جون. عمال تاخد صحابك بعد الفطار في البلاي ستيشن ومبهدلهم رايح وجاي؟ تعرف ان حرفنتك دي تكسبك فلوس وانت بتلعب؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي ده. اول حاجه تقدر تعمل بارتنرشيب مع شركات الالعاب علشان تقدم لك برامج تاهلك انك تختبر الالعاب الجديده بتاعتها وتجربها، وده قبل ما يطرحوها في السوق. والعمليه دي اسمها بيتا تيستينج، بتاخد قصاد ده اجر وبالعمله الصعبه. تاني حاجه محتاجه انك تكون تقيل في اللعبه، يعني يكون ليك جمهور ومتابعين فتقدر تستفيد بالنقطه دي وتسوق لالعاب جديده للشركات، تبقى بروموتر للجيمز الجديده، وهنا برضو في مقابل مادي كويس. ثالث حاجه السوشيال ميديا هتساعدك وانت بتلعب، يعني تطلع لايف سواء على تويتش او اليوتيوب، واللايف ده بيتيح ان يكون عندك اعلانات باشكال مختلفه. وبالمناسبه موقع نيوزو بيتوقع ان في سنه 2025 هيوصل عدد متابعين الجيمنج لايف ستريم لاكتر من 1,400,000,000 متابع، وانت بشطارتك بقى. رابع حاجه شارك في بطولات الالعاب زي بطوله لعبه الفيفا اللي بتتعمل في السعوديه، ومجموع جوائزها السنه اللي فاتت كانت 3 مليون دولار، ده غير البطوله اللي بتتعمل في اتحاد الكره المصريه ودي بتقدم لها في استاد القاهره. وفي جيمنج ايفنتس كتير بتتعمل، ابقى شارك فيها وهتاخد خبره وهتكسب فلوس. خامس حاجه مش محتاجه اقول لك انك ممكن تلعب اونلاين على موقع اللعبه مقابل رسوم، ولو فزت تاخد فلوسك الضعف. قول لي في الكومنتس مين اكتر حد من صحابك اللي تقول له لا يا برنس بره عنك الموضوع ده، وهسيب لكم لينكات كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو في اول كومنت.